السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كرة مع الأزوري. آه النهاردة بقى المفروض كل واحد يكتب لي كده في رسالة، يعني يقول لايك ويقول لي كلامك كله صح يا كابتن على اللي حصل المرة اللي فاتت. وأنا قلت كده باللفظ: اوعى ماتش الجونة ده يحصل معاك زي ماتش زي ماتش وادي دجلة. بالظبط بالظبط، انا قلت كده لان الراجل ده المدرب دون اتكشف. ليه ما بيعرفش يدير المباراة. ما بيعرفش ما بيعرفش يدير خالص خالص خالص. وده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل. بس الاول كده هنتكلم عن الماتش المصري النهارده. المفروض انا هلاعب بتروجيت، فالمفروض النهارده المصري يكون فايق جدا. ليه بقى؟ ليه؟ لان النادي المصري عنده فرصه كبيره، عنده فرصه كبيره. يا جماعه مش معقول 100 سنه، 100 سنه النادي المصري اكتر من 100 سنه ما خدناش دوري. السنه دي في عندك فرصه، السنه دي عندك فرصه، والتدهور دون والثبات اللي ما فيش ثبات بالنسبه لل... للاهلي، وما فيش ثبات بالنسبه للزمالك. وبيراميدز اهو ايه، هيبقى مشغول بقى بالبطولات التانية، ده السوبر ومش عارف ايه والكلام ده. الدوري هيبقى ايه؟ مش عنده، مش ذو قيمه يعني هو عايز يركز في الدوريات اللي هي بتاعته دي القويه دي. البطولات، قصدي البطولات اللي عنده نص الدنيا وربع الدنيا وتلت الدنيا، زي ما كانوا عاملين علينا هيصة. عاملين لنا هيصة السنة اللي فاتت، عاملين لنا هيصة علشان النادي الأهلي كان بيلعب في نص الدنيا وربع الدنيا وربع القرن ونص القرن. كلام الفاضي ده. فأنا النهاردة النادي المصري لازم يكون نازل مركز جدا 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 جدا. هتلاعب فرقة بتروجيت دي بتلعب 4-3-3، وبتلعب 4-4-2. هما الخطتين دول اللي احنا شفناهم من اول الدوري: 4-3-3 و4-4-2. انت بقى تكيف ظروفك. وانا رايي ان النادي المصري لازم يرجع للخطه الاساسيه بتاعته والتشكيل الاساسي بتاعه. هو من بعد ماتش الزمالك عايز يفهم ان اللعيبه كده مفيش حد ضامن مكانه، ماشي، بس ما تغيرش خمسه كتير. المفروض يعني كان يبقى فيه يعني حنكه كده وانت بتغير. المهم اللي حصل. الماتش اللي فات طاير منك نقطتين مالهمش لازمه. فاركو ده الاخير كنت تخلص عليه اول باول، بس خلاص. يبقى احنا ننزل التشكيل بتاعنا 4-3-1-2، اللي هي يعني اللي في العرف يعني 4-3-3، بس دغبون بيسقط كده يتحرك حر تحت الفراوده. حاجه حلوه يعني. المهم التشكيل ده هو اللي كان ناجح، وهو اللي كان كويس، وهو اللي كان ماسك الملعب كويس يعني انا قصدي اقول ايه، واللعيبه، يعني اللعيبه نفسها هي اللي بتطبق الخطه دي. مثلا إيه، كريم العراقي في اليمين، وهاشم وباهر وسعداوي. في اخطاء، انا معاك ان اللعيبه دي في اخطاء، بس مش فجه يعني، مش هي الاخطاء الفجه. ماشي. بعد كده قدامهم مخلوف اللي ده عليه 100 علامه استفهام، ازاي ما يروحش المنتخب ده؟ ما اعرفش. ومثلا حماده واحمد علي، عايز تقعد واحد فيهم يا حماده يا احمد علي، ونزل السعداوي ونزل الساعي، ماشي. انما خط الهجوم ده الامامي ده ما يتغيرش. ده غموم الاناني اللي ضيع كام كوره الماتش اللي فات، وده لازم يفوق كده ويلعب مع زمايله. وقدامه صلاح محسن وطمين، بس خلص. هو ده التشكيل اللي كان بتاع الفوز، اللي كان المصري بيلعب بيه دايما. مش عشان اتغلبت من الزمالك يبقى يعني تفشكل الدنيا، لا امشي عادي. وبعدين انا لغايه دلوقتي نخش بقى على الزمالك، لغايه دلوقتي بقول مرتبط بماتش المصري ان الزمالك كسب المصري عشان المصري كان وحش.
ده اللي انا الشوط الثاني بالذات. الشوط الاول كان المصري ند بند، الشوط الثاني المصري يعني لهوجته عشان يتعادل خليته يفقد تركيزه في الدفاع. اللهوجه دي ماشي، انت عايز تتعادل وعايز كده ماشي، بس ما تخليش الفرقه تبقى ما فيهاش فيها انضباط دفاعي ماشي. وبعدين المدرب بتاع الزمالك ده هطلع حكايته خالص صدقوني، تعبان تعبان. انت الفرقه غالبه 1-0 ماشي، وغالب الجونه دي 1-0، واحنا قلنا ان الجونه دي الاهلي ب او الاهلي ج او الاهلي د او ده الواد بتاعهم المدرب ده اللي هو كان اسمه مش عارف ايه ده، كان هيجي نادي الزمالك مع المدرب اللي هو المصري ده اللي اخد الكاس ده، زي من بنسى اسمه. وكان رفضوه الناس عشان اهلاوي. فلازم تكون مركزين، واللعيبه دي تفهم، اللعيبه دي تفهم طالما نزلت الملعب مفيش بقى ولا مستحقات ولا حق ولا حقوق ماليه ولا تنزل الملعب. انا معاك ان انت لازم تاخد حقك، لازم تاخد مرتبك، لازم تاخد فلوسك ماشي، انما لما تنزل الملعب تنسى كل ده تنساه، لان دي بقت شغلتك خلاص، تأدي شغلتك على اكمل وجه عشان ربنا يكرمك. انت موظف مش عشان المرتب اتاخر شويه هتعمل لي فيلم بقى نبقى قرفانين وتعبانين وكده، بس لما تيجي تشتغل صح، ما تشتغلش غلط. مش عايز تشتغل قول لي مش شغال، مش هعرف العب يا كابتن، نفسيتي تعبان عشان ما عنديش. بس كده بقى انت تبقى لعيب مرتزق، تبقى لعيب مرتزق، ما بتلعبش علشان الفلوس. ودي اللي هي في البني ادم ما ينفعش يعمل كده. بني ادم اللي هو سلوكه سوي ما ينفعش. المهم هو انت دلوقتي يعني غالب 1-0 بتغير ليه؟ وبعدين تغييراته عجب. مدرب تعبانيلي ما فيش خالص خالص خالص. وما نشوف بقى هيعمل ايه مع ماتش الاهلي. في فيديو كده ان شاء الله نعمله صغير، بس هديكم حاجه كده بسيطه. يعني ابتدى من الدقيقه 68. طب انت غالب بتغير ليه؟ وبعدين ننزل شيكوبانزا مكان معالي. طيب ادي واحد في الدقيقه 68 ماشي يا عم. شيكوبانزا ده ياخد الكرة ويطلع ده عايز ضبط زوايا الواد ده. والله العظيم عايز ضبط زوايا، مش عارف يلعب بالعرض ولا يشوط في الجون ولا ياخد الكرة ويجري بيها ولا ايه يا عم. ما تركز يا عم على الجون، ركز على المرمى. ايه ده؟ مش ممكن. وبعدين لا حول ولا قوة، مش عارف. الماتش ماشي عادي، جه في الدقيقة 78 اما غير عمرو ناصر مكان الدباغ، وقام منزل عمر جابر مكان مصدق. هو حصل حاجة يا ابني؟ يعني مصدق ده عمل حاجة غلط مثلا؟ مش عارف. مش عمر جابر ده كان مصاب؟ ما تسيبه يا عم، هو في مشكلة؟ في حاجة؟ طيب بتغير الدباغ ليه؟ الدباغ عمل ايه؟ جايب جون بفخده ماشية معاه، تعمل ايه؟ ما تسيبه يا عم في الملعب يا عم. ايه يا عم المدربين دول؟ ايه الناس دي؟ يا عم غير لما في حاجة تحصل يا عم في الملعب. ايه التخلف ده؟ وبعدين الراجل ده ما عندوش مرونة تكتيكية في خطط الملعب، ما عندوش خالص. لان لما دونجا اتصاب، يعني دونجا طالع في الدقيقة 83. طب بالعقل كده، بالعقل هو لو كان سايب عمر جابر، كان عمر جابر نزل في النص مكان دونجا لو كان سايبه، انما هو غيره وعمل تغييرات ملهاش لازمة. مدرب تعبانيلي. هو من الاخر الماتش ده باين حاجة، ان اللعيبة دي مش جدعان ومدرب تعبان. بس لعيبه مش جدعان ومدرب تعبان، هو ده الماتش ده اثبت كده بتاع الزمالك ده. والتغييرات الكتير دي قبل حسم يعني انت غالب 1-0، التغييرات الكتير قبل حسم النتيجه غلط 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 غلط. ليه لما تكسب يا عم 2 3 4 غير بقى براحتك، انما انت غالب 1-0 بتغير ليه يا عم في الفرقه يا عم؟ وبالذات لما يكون فيه قلق في نص الملعب يعني دونجا. وبعدين ايه بقى؟ في حاجه نسيتها. لما يكون عندك مشكله
في نص الملعب مثلا زي دونجا دون، او ما عندكش لاعب هاف ديفندر مدافع، مع ان الكلام دون ما بحبوش. خط الوسط المفروض لاعب خط الوسط ده ليه مهام هجوميه ومهام دفاعيه، مفيش حاجه اسمها كده. او او يا اما تلعب بقى الحاجه اللي كنا اتعلمناها زمان كده دي، الهاف اللي هو الليبرو للهافات، حاجات زمان دي الحاجات الجميله دي. يبقى ليبرو كده للهافات، يلعب كانه بيغطي على الهافات. هو ده اللي انا بقول عليه. دونجا بقى مظبوط جدا لانه بيلعب ورا الكوره. يعني ايه ورا الكوره؟ الكوره فين اروح وراها لغايه لما اجيب امها. هو ده الشغل. لما يكون بقى ما عندك مشكله في الهاف ديفندر ده، تعمل ايه؟ تقوم لعب بثلاثه ورا، بسيطه، ما فيهاش مشكله يعني، بسيطه خالص. تلعب بثلاثه ورا، 3 4 2 1 اللي هي احدث خطه دلوقتي على مستوى العالم. وتلات ارباع فرق العالم الكبيره بتلعب بيها 3 4 2 1. ولازم الفرق الكبيره تلعب كده، المصري لازم يلعب كده. وانا اعتقد ان هو ممكن يعمل كده النهارده. كوكي ممكن يلعب بهاشم وباهر واسمه صبحي، ممكن. والنهارده يعني كان المفروض الماتش اللي فات ده بقى كان عندك مشكله، تقوم سايب مصدق وسايب وتلعب مصدق وحسام عبد المجيد المهلبيه و واسمه اسماعيل النجم، محمد اسماعيل، اللي هو يبقى كده تحس ان هو ولد. المهم كان بكل بساطه كنت 6-3 يا عم، ولعبت 4-2-1، 3-4-2-1 او 3-4-3 عادي. ما عندكش مرونه ولا فكر تكتيكي ولا حاجه في الخطط ولا اي حاجه. ما هو باين من التغييرات، باين خالص. كنت ريحت الدنيا ونزلت عمر جابر في النص مكان دونجا وخلاص. تغييرات كلها غلط ومتسرع في الشغل. وجون جه في الدقيقه 86. المشكله ان الجون ده برضو الواد اللي اسمه حسام عبد المجيد ده هو السبب فيه. ليه؟ فتوح كان ماسك الولد اللي جاب الجون ده، ماشي. لما جه 2 لعيبه ناحيه الشمال، قام فتوح قال له امسك سلمه. يعني هم ما كانش ماسك واحد، ما كانش ماسك حد من اول الجون، ما كانش ماسك حد وهاتوا الجون ورجعوني، ما كانش ماسك حد. مدرب لعيب تعبان. لما فتوح قال له امسك، ففتوح راح فساب مساحه، الولد اتحرك في المساحه دي. الولد اتحرك في المساحه، هو كان معاه. لما الولد شافه جاي عليه بقت خلاص محفوظ تعبان، مدافع تعبان، شافه قام واقف. فالولد اتحرك، اللي هو اللي لعب الباص كان معاه مين؟ عبد الله السعيد. طب معاه عبد الله السعيد، سبت المان بتاعك ليه ورحت له؟ نفس الموضوع اللي حصل في ماتش وادي دجله، بالظبط نفس الغلطه. تعبان، مدافع تعبان وبيضحك عليه، قام رايح مع اللعيب اللي جاي معاه عبد الله السعيد وهو بظهره اللعيب بظهره للجون. هيعمل ايه يعني؟ ما تخليك يا ابني مع المان بتاعك. بيعمل مصايب في الكوره، مصايب في الكوره. والتحرك التكتيكي عنده ضعيف جدا خالص. ده مش ممكن، ده مش عارف لعيب المنتخب ازاي ده. بس في حاجات بقى بتبان، في حاجات مثلا في المنتخب في الناشئين في الكلام ده ما يعرفوهاش او كبيره عليهم. او التحرك التكتيكي ده بقى بيبدا يبان، بيبدا اللعيب يعرف. اللعيب بيبان من ايه؟ من تحركه التكتيكي في الملعب، يعرف يغطي يعني. ده ما قفلش زاويه التمرير حتى لو راح ما قفلش زاويه التمرير معاه. حتى لو انت رايح على الكوره عشان تقطعها مع لعيب تاني، اقفل زاويه التمرير عن الخصم بتاعك. خلي الولد قام لاعب باص الكوره، قام التك جون. وصبحي طبعا ده من اكبر عيوبه، طالع بره الجون واقف على الستة. الكوره طبعا اتلعبت له كيرف كده بكيرف خلاص. المهم ان الماتش الجاي بتاع الزمالك مع طبعا الاهلي،
والنادي ده، النادي الاهلي ده حظه ما اقولكوش يعني. جاب كوره ببطنه، جايب جون ببطنه المره اللي فاتت اللي اسمه ياسر ده، وطلع عمل كلاش مع زميله اللي هياخد الجايزه. ده زميله اللي هياخد الجايزه. النفوس مش صافيه. ان شاء الله تولع اكتر ما هي ولعه باذن الله في النادي الاهلي ده، تولع اكتر ما هي ولعه ان شاء الله. لان نادي مفيش فير بلاي، نادي ما بيلعبش على الفير بلاي، نادي بيلعب آه مش فير بلاي، ما بيلعبش فير بلاي، بيلعب من تحت الترابيزه كتير، بيبوظ فرق، بيعمل في ودن لعيبه، يقعد يتكلم في ودن لعيبه عشان ياخدها ويضعفها، مع الساعي، مع زيزو، مع كهربا، مع كتير مع مؤمن زكريا، ولا مؤمن مش عارف اسمه، الله يشفيه، مؤمن زكريا. ف بيلعب من تحت الترابيزه كتير، والنادي اللي زي ده عمر ان شاء الله ما ربنا يكرمه ابدا تاني، خلاص باذن الله. باذن الله. وديكم شايفين اللي بيحصل له، ان شاء الله ينزل اكتر ويهبط اكتر، وما تقوم له قومه ابدا. لازم نركز 3 حاجات: التركيز التركيز التركيز. تقرا الخصم كويس، تقرا الخصم كويس، تقرا الخصم كويس، تحط سيناريو سيناريو سيناريو. 3 حاجات اهم: تركيز، خطه، وتقرا الخصم، السيناريو بتاعك بتاع المباراه، كذا سيناريو لازم. افرض لعيب اتطرد، افرض لعيب اتصاب، افرض جا جون بدري، افرض انت جبت جون بدري. كل الحاجات دي ليها لازم تكون عامل حسابها المدرب التعبان اللي ده. ف اللعيبه لازم تكون مركزه وحافظه ادوارها كويس، حافظه أدوار مع المدرب ابن اللذينه ده. ما اعرفش هيلعب بخطه ايه ومش عارف، بس انا الامثل كان الحاجه ان انا رايي نلعب ب3 ورا. عمر جابر على ال3 اللي ورا معروفين مصدق، لان هما الاهلي ده هينزل برضو ضغطك، هينزل ضغطك عشان يثبت بقى، وبقى ليزو هيلعب والكلام ده، ما بيقولك بيجهزوه ما نشوف. فلازم هتنزل ضغطك جدا جدا، فلازم تكون مأمن كويس وتضيق المساحات كويس. مع اللي اسمه حسام عبد المجيد ده ربنا يستر منه، يبقى مصدق وحسام عبد المجيد واسماعيل، او الونش وحسام عبد المجيد واسماعيل. انا رأيي الونش يلعب لازم، ويبقى الونش وعبد المجيد واسماعيل، وعمر جابر ناحية اليمين، وايه، وبنتايك ناحية الشمال. دونجا لو كامل، دونجا لو مش كامل 100% ما ينزلش ماتش زي ده، انا رأيي، عشان يبقى محافظ على المستوى اللي احنا شايفينه. انما لو مش كامل 100% ما يلعبش، بس هو بيقولوا جاهز ينزل دونجا زي ما اتفقنا، عبد الله السعيد واسمه ناصر ماهر، وقدام شيكو بنزا واخوان بزيرة الفينا، اخوان بزيرة، وقدامهم البركاوي عدي الدباغ ده، يجيب جون بفخد الكرة ماشية على الخط يحطها، الكرة يقطعها يجيبها جون، ماشية معاه فاديله. وعدي الدباغ لو وحش ينزل ناصر منسي. بس هو ده كأسر الكلام وخلصنا. بس يا جماعة كان في، هنخش كده على حاجة تانية: كوبا ليبرتادورس وكوبا سودا أمريكانا. الماتشات يا جماعة غير طبيعية، غير طبيعية. يعني مثلا اونس كالديس ده من كولومبيا، واندمندنتي دي فالي من الاكوادور. الماتش اللي هو كان في كولومبيا، الماتش اللي كان في اندبندنتي في الاكوادور، اونس كالديس ده كسب 2-0. رجعنا اول امبارح في ماتش العودة قدام اندبندنتي بقى هيلعب في كولومبيا، كسب 2-0. الماتش كان تحفة، يعني كده 2-2. ده كسب 2-0 على الملعب ده، وده كسب 2-0 على الملعب ده. لعبوا بلانتيات، اندبندنتي دي فالي الاكوادور ده كسب. ده في لعيب حته فيرويد اسمه سبينيلي، ارجنتين، هو 28 سنه، شبه باتيستوتا بالظبط، وشعره وكله بالظبط بالظبط، بس هو على فتح شويه يعني، باتيستوتا كان امحاوي شويه. فواد لعيب فيرويد. وكمان كان في ماتش بالمر في الكوبا بقى الليبرتادورز دون، في كوبا سودا امريكانا،
واندبندنتي وديفالي ده وأونس كالدس ده كانوا نازلين من الكوبا ليبرتادورس، عشان كده كوبا سودا امريكانا قويه جدا. بالميراس كسب ريفر بليت. بالميراس كان كسب ريفر بليت في ريفر بليت 2-1. ريفر بليت اول لما نزلوا جابوا جون بقى 2-2. ف جوادرادو مدرب ريفر بليت حاسس ان هو يعني، بس برضه غلط، حاسس ان هو هيفرد في الملعب غلط، فرد في الملعب بقى وقال ايه هيكسب ومش عارف. بالميراس فرقه تقيله قوي، تقيله قوي قوي قوي. مدرب عقر اللي معاهم ده، مدرب عقر كان بيلعب في ديبورتيفو لا كورونيا زمان واتصاب انا فاكره. لا مدرب تحفه، تحفه بتاع بالميراس ده. ف لقى نفسه قام ضاغط، قعد يضغط فتح الملعب. لا بالميراس بقى هو الهجمات بتاعتهم رهيبه. فايه اتعادل، قام جايب جون تعادل بقى 1-1. ريفر بليت فتح اكتر، قام جايب التاني والتالت، بالميراس كسب. فالكور دي بالذات الماتشات دي بتبقى رهيبه، تتعلم منها. الماتشات الرهيبه دي تتعلم منها، تتعلم. نشوف نبص. استوديانتس برضه كان بيلعب فلامينجو اهو. استوديانتس يعني فلامينجو كان كسب استوديانتس الارجنتيني في الارجنتين 1، رجع استوديانتس كسب فلامينجو 1. شايفين الماتش عامله ازاي في فلامينجو؟ ماتشة يا جماعه كوره دي تتعلم منها، دي نتعلم منها اللعب والتكتيك والمهارات وكل حاجه، والمدربين بيعملوا ايه. الناس دي ما بتشوفش الكلام ده. انا اتحدى لو الناس دي شافت الكلام ده، اتحدى حد شاف الكلام ده. وكان في ماتش جامد امبارح في الدوري السعودي، هارد لك للإتي. النصر فريق قوي، النصر السعودي. كان الاتحاد والنصر امبارح. انا اتحدى برضو ان حد يتفرج على الماتش ده من العالم المهلبيه اللي عندنا دي. مهلبيه مفيش. النصر طول ما في رونالدو وساديو ماني والواد اللي اسمه، جابوا 2 جداد بقى، كومان وجواو فيليكس. طول ما الاربعه دول في ارض الملعب النصر يكسب اي حد. باينه قوي امبارح، باينه كانت باينه جدا، كانت باينه جدا جدا جدا، كانت باينه جدا امبارح. فرقه تقيله والكيمستري عنده عاليه قوي. الاربعه دول فاهمين بالنظره، ده يتحرك وده ده الجون التاني ده مدرسه. كريستيانو رونالدو بص الكره لساديو ماني، ساديو ماني استنى اتأنى كده، وكريستيانو رونالدو كان بره ال 18، قام جري على جوه ال 18، قام لعبها بدماغه تك جون. ف يعني الماتش كان جامد جدا، وتفهم منه يعني الماتش يتفهم منه في خطط، في التحرك التكتيكي بتاع اللعيبه. التحرك التكتيكي بتاع اللعيبه ده كان رهيب رهيب رهيب. كده ان شاء الله مصر ربنا يوفقه النهارده، وربنا ان شاء الله كده ان شاء الله نكسب بتروجيت، وفرصه للنادي المصري، فرصه للدوري. يعني انا رايي لازم المصري يستغل الفرصه دي، لازم مصر يستغل الفرصه دي. وبالتوفيق للزمالك ان شاء الله يوم ماتش الماتش الزمالك مع الاهلي. وحاول ان شاء الله كده الواحد بس كده، فان شاء الله كده نطلع كده قبل الماتش ده ونشوف التشكيل الامثل والكلام ده، ونشوف لغايه لما نشوف بس بقيه اللعيبه دي بتاعت الزمالك دي كامله وكده، او نشوف بقى ليزو ده هيلعب ولا ايه. ف المدرب بتاع ديبورتيفو، المدرب بتاع بالميراس اللي كان بيلعب في ديبورتيفو في كورونيا، اسمه فيريرا، ابل فيريرا. كان باك رايت حكايه، بس الاصابه قضت عليه. وشكرا ليكم. ما تنسوش بقى، لان الحمد لله من ساعه ما انا طلعت كل كلامي صح. اللايك، وكلامك صح يا كابتن، بس مش عايز اكتر من كده. شكرا ليكم، وما تنسوش الكرة مع الازوري هتكون جميله وبيوري. السلام عليكم.